يشارك المالكي ضد أهل دبي. جان كيون يحسم الهلال قبل آسيا. شباب أهل دبي يتحدى الهلال سبب غياب جحفل عن آسيا. حضر عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال السعودي تدريبات فريقه الأحد من أجل دعم زملائه اللاعبين، وذلك قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا. التقى المالكي بزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري لدعمهم قبل المواجهة الصعبة القادمة أمام شباب أهل دبي في البطولة الآسيوية. ويغيب عبد الإله المالكي عن المشاركة مع فريق الهلال السعودي إثر تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته في الكلاسيكو أمام الاتحاد ببطولة دوري روشان السعودي مطلع شهر يناير الماضي. واختتم فريق الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز تدريباته الأحد استعدادا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا المقرر لها الاثنين الموافق 20 نوفمبر. أكد الكوري الجنوبي جان كيهيون سو مدافع الهلال السعودي صعوبة مواجهة شباب الأهلي القادمة، مشددا على أن فريقه لديه شغف متجدد لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا. يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة شباب الأهلي الإماراتي الاثنين، وذلك يأتي في إطار منافسات دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا. وقال هيون سو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: نحن مستعدون لخوض مواجهة شباب الأهلي ونعلم جيدا مدى قوة خصمنا. وتابع قائلا: نملك نفس الشغف والطموح لتحقيق البطولة من جديد، وعلينا العمل بجد كلاعبين واللعب بمعنويات عالية. ستكون مواجهة شباب الأهلي الإماراتي والهلال السعودي مساء الاثنين على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة بمثابة تحدي الأوراق المكشوفة ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وسبق أن عمل المدير الفني لشباب الأهلي البرتغالي ليونارد غارديان مدربا للهلال السعودي، إذ أقيل وجاء مكانه مدرب الأزرق الحالي رامون دياز. وتوج الهلال مع غارديان بلقبه القاري الأخير، لذلك يعرف المدرب جيدا كافة عناصر البطل السعودية. فيما سبق أن قاد دياز النصر الإماراتي موسم 2021-2022، ومن ثم فهو على اطلاع تام بأجواء الكرة الإماراتية، حيث واجه شباب الأهلي أكثر من مرة. ويملك المدربان مسيرة جيدة مع الفريقين، فبعد انضمام غارديان لشباب الأهلي الذي احتل المركز الخامس في الدوري المحلي العام الماضي حول مدرب موناكو السابق، حول مسار فريق دبي. وقال غارديان: فريق شباب الأهلي إلى صدارة ترتيب هذا الموسم بعد 3 خسائر فقط في 17 مباراة، مما جعله يتقدم بفارق نقطة واحدة أمام الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي. في حين تشكل نسخة أبطال آسيا 2022 الجارية فرصة لدياز من أجل رد الاعتبار، مع تأكيد أوراوا ريد ديمونز الياباني كأول المتأهلين للدور النهائي، لكن عليه أولا تجاوز شباب الأهلي لاستكمال مسيرته. وقبل 5 سنوات قاد دياز الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر بهدفين لهدف في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني نفسه، ثم أقيل بعدها بوقت قصير. وعاد دياز للعاصمة السعودية الرياض في فبراير شباط 2022 بعد فترات تدريب قصيرة في السعودية ومصر والإمارات. ويعد دياز من أيقونات التدريب في بلاده، كما أنه كان من اللاعبين التاريخيين في منتخب الأرجنتين، إذ مثل راقصي التانغو في كأس العالم 1982. وفاز دياز كمدرب بالعديد من ألقاب الدوري في الأرجنتين مع ريفر بليت وسان لورينزو، وأضاف لقبين آخرين في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك إلى رصيده رفقة الهلال. تسببت ظروف عائلية في إبعاد لاعب الهلال محمد جحفلي عن قائمة الفريق المغادر إلى الدوحة استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال آسيا. وتقدم اللاعب بطلب رسمي إلى الهلال عبر خطاب شرح فيه ظروفا عائلية تحتم عليه عدم مرافقة الهلال في رحلة دفاعه عن لقبه في الدوحة، ما دعا إلى إبعاده عن القائمة القارية. ويستعد فريق الهلال لمواجهة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي الاثنين ضمن منافسات دور 16 بدوري أبطال آسيا. حضر عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال السعودي تدريبات فريقه الأحد من أجل دعم زملائه اللاعبين، وذلك قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا.
التقى المالكي بزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري لدعمهم قبل المواجهة الصعبة القادمة أمام شباب أهل دبي في البطولة الآسيوية. ويغيب عبد الإله المالكي عن المشاركة مع فريق الهلال السعودي إثر تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته في الكلاسيكو أمام الاتحاد ببطولة دوري روشان السعودي مطلع شهر يناير الماضي. واختتم فريق الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز تدريباته الأحد استعدادا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا المقرر لها الاثنين الموافق 20 نوفمبر. أكد الكوري الجنوبي جان كيه سو مدافع الهلال السعودي صعوبة مواجهة شباب الأهلي القادمة، مشددا على أن فريقه لديه شغف متجدد لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا. يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة شباب الأهلي الإماراتي الاثنين، وذلك يأتي في إطار منافسات دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا. وقال هيونسو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: نحن مستعدون لخوض مواجهة شباب الأهلي ونعلم جيدا مدى قوة خصمنا. وتابع قائلا: نملك نفس الشغف والطموح لتحقيق البطولة من جديد، وعلينا العمل بجد كلاعبين واللعب بمعنويات عالية. ستكون مواجهة شباب الأهلي الإماراتي والهلال السعودي مساء الاثنين على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة بمثابة تحدي الأوراق المكشوفة ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وسبق أن عمل المدير الفني لشباب الأهلي البرتغالي ليونارد غارديان مدربا للهلال السعودي، إذ أقيل وجاء مكانه مدرب الأزرق الحالي رامون دياز. وتوج الهلال مع غارديان بلقبه القاري الأخير، لذلك يعرف المدرب جيدا كافة عناصر البطل السعودية. فيما سبق أن قاد دياز النصر الإماراتي موسم 2021-2022، ومن ثم فهو على اطلاع تام بأجواء الكرة الإماراتية، حيث واجه شباب الأهلي أكثر من مرة. ويملك المدربان مسيرة جيدة مع الفريقين، فبعد انضمام غارديان لشباب الأهلي الذي احتل المركز الخامس في الدوري المحلي العام الماضي حول مدرب موناكو السابق، حول مسار فريق دبي. وقال غارديان: فريق شباب الأهلي إلى صدارة ترتيب هذا الموسم بعد 3 خسائر فقط في 17 مباراة، مما جعله يتقدم بفارق نقطة واحدة أمام الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي. في حين تشكل نسخة أبطال آسيا 2022 الجارية فرصة لدياز من أجل رد الاعتبار، مع تأكيد أوراوا ريد ديمونز الياباني كأول المتأهلين للدور النهائي، لكن عليه أولا تجاوز شباب الأهلي لاستكمال مسيرته. وقبل 5 سنوات قاد دياز الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر بهدفين لهدف في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني نفسه، ثم أقيل بعدها بوقت قصير. وعاد دياز للعاصمة السعودية الرياض في فبراير شباط 2022 بعد فترات تدريب قصيرة في السعودية ومصر والإمارات. ويعد دياز من أيقونات التدريب في بلاده، كما أنه كان من اللاعبين التاريخيين في منتخب الأرجنتين، إذ مثل راقصي التانغو في كأس العالم 1982. وفاز دياز كمدرب بالعديد من ألقاب الدوري في الأرجنتين مع ريفر بليت